أقول لك طيب، تجربتي. ماذا عانيت؟ ما هي المعاناة التي صاحبت رحلتك إلى أن وصلت إلى الناظور؟ شوف، المعاناة كانت أكثرها في الجزائر، يعني حقيقة ما أكذب عليك. تعبت هناك، تعبت. يا إيش، النظام عسكري وسخ 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 لا حول. بشكل غير ما تتوقع. لو يشرح لك على همجية فيهم، على كبرة، على ظلم. يعني لو تشوف كم كان في مهاجرين سوريين يمنيين، يعني شفارة يشل عليك كل فلوسك ويرميك في صحراء تموت، ويحبسك شهر شهرين، تموت تموت، تعيش تعيش، لا ما لا. يعني كلمتك على البث لا لو لا، مرحبا 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 إني صديقي. جيت المغرب، ويعني كلمتك وقلت لي تعال هنا للبث تبع المغاربة. أنت جيت في مناسبة حزينة، لكن قول شهادتك. آه، يعني قول شهادتك، أنت أول قد شيء خلاص جيت. أنا دخلت البث واكتشفت إنه في حالة وفاة في، نعم. أعتقد، جلالة الملك محمد السادس. نعم. أقول لهم عظم الله أجركم، والله يرحمه ويعوضكم في ملككم خيرا وخيرا. ثاني شيء أنا كنت أحب أقول لك تجربتي لما دخلت المغرب أنت ودخلت الآن أنت الآن أنت الآن أولا قل لهم أنت كنت حراك يمني، تريد أن تعبر إلى أوروبا وعبرت عبر ليبيا، وقلت لي، والجزائر والمغرب، ووصلت إلى الناظور، ومن ناظور إلى مليليا، ومن مليليا رحت إسبانيا، صح كذا قلت لي؟ صح. نعم، مش ليبيا، الجزائر. الجزائر والمغرب. الجزائر المغرب على النيجر. وكان لك تجربة أردت أن تقولها في لايف مغربي، أنت كنت عندي في اللايف اليمني. أيوة، يعني شهادة حق. يعني إذا ما معي إلا أمي اللي في اليمن، الله يعدمني إياها، لا أنا بكذب في كلمة. يعني لحظة ما لحظة لحظة لحظة، الألام حق السيارة هذا. عيد دقيقة عيد بس. تحلف بالوالدة، الله الله يعني يرحم لك ما الوالدة. عاد معي إلا هي في الحياة، الله يعدمني أمي إذا بكذب في كلمة ولا يا أخي الله بادلس يحفظها، ولا الله يحفظها، بجامل. مصدقينك. مصدقينك يا أخي، أقسم مصدقينك. بالله يا أستاذ أسعد إنه فرق. شفت يوم تقارن السماء بالأرض بين المغرب والجزائر في كل شيء، مش من ناحية الاحترام، من ناحية تعامل الشعب، من ناحية الدولة. شفت المرأة اللي تحت قالت لك إنه واحد تصيبه لعنة حب المغرب. أنا هكذا. هل هي لعنة يا أخي؟ مش لعنة والله، ني نعمة والله نعمة. لعنة، لا لا يا لا. المهرة يا المهرة يا المهرة، لماذا تسمينها لعنة؟ الله يهديكي بس. راه ليست هذه. لعنة. اسمع يا اخي، لان ماشي ليه مسكين، هو ربما ما كنعرفش المواقف السابقه. انا قلت على الناس اللي كانوا داين نظره خايبه على المغرب وابتلاهم الله بحب المغرب بعد اكتشاف الحقيقه. هذا النهار اللي يمني، هذا يمني أصابته اللعنة مثلي. واخويا، انا ما عارفاش المواقف ديالو قبل ما يزور المغرب. المهم كنقول له ما تحلفش بامك، الله يخليها لك تاج راسك لا لا ويمتعك لا، برضاها. يا دقيقة بس، يعني عشان لو يقولوا مثلا أستاذ سعد جايبني عشان أدلس ولا عشان أكذب ولا والله ما عشان. والله ما أعرفها يا والله ما جماعة، أعرف، والله بس ما أعرف. أنا شفت مرة فاتح بث يمني، وكم من مرة حاولت أطلع معاه في بث المغاربة. أنا أتابعك من زمان، من أيام الفيسبوك، من أيام الفيسبوك بالكمبيوتر. أقول لك طيب، تجربتي. ماذا عانيت؟ ما هي المعاناة التي صاحبت رحلتك إلى أن وصلت إلى الناظور؟ شوف، المعاناة كانت أكثرها في الجزائر، يعني حقيقة ما أكذب عليك. تعبت هناك، تعبت. يا إيش، النظام عسكري وسخ 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 لا حول. بشكل غير ما تتوقع. لو يشرح لك على همجية فيهم، على كبرة، على ظلم. يعني لو تشوف كم كان في مهاجرين سوريين يمنيين، يعني شفارة يشل عليك كل فلوسك ويرميك في صحراء تموت، ويحبسك شهر شهرين، تموت تموت، تعيش تعيش، لا ما لا. انا مثلا انا الحمد لله نجيت ما مسكش، بس اصحابي اللي كانوا عندي يعني مسكوا نكلوا بهم مسكوك. تنكيل. تعرف ايش يعني تنكيل؟ اخذوهم من سجن، حبسوهم يمكن شهر ونص. وشهر ونص كان معاهم كل واحد، يعني مهاجرين، واحد معه $1000، واحد $800، واحد. يعني شفروهم العسكر كل فلوسهم ورموهم في الصحراء. منهم ناس ماتوا والله. لا لطيف. يعني همجية همجية همجية. والتجربة الثانية لما دخلت المغرب، صراحة أقسم بالله كأنك دخلت الجنة.
اقسم بالله انه كان ارحم الراحمين يعذبك في الصحراء هذيك، وجاء يقول لك يلا ادخل الجنه. ايش من تعامل في الشرطه المغربيه. اقسم بالله لو اشرح لك ما انت كانك بريطاني تدخل بجواز. انا دخلت يعني يعتبر دخلت غير شرعي، بس تعامل في قمه الاحترام، او انه معاهم توجيهات من القياده حقهم الحكيمه انهم يتعاملوا مع اليمنيين بشكل يعني ما شفناش الهيانه في المغرب. ما حد حقرنا، ما حد اتطاول على كرامتنا. صراحه انا ليش اقول لك، انا وقع لي تجربه سيئه في المغرب كنت بتكلم على فكره. ما انهنت ابدا، حتى اكثر اليمنيين اللي دخلوها ما حد لم يهينوا كمغربي وهم يعلمون انك حراك. ما اقسم بالله تعامل، مع انه اكثر ما هو يعرفك انت كانت تدخل غريب عن البلد هذه، يعرفك المغاربه يعرفوا الانسان من لبسه، من شكل وجهه انه هذا غريب على البلد. يعني ما يديكش ابدا ولا يهينك ولا يسوي. يعني انت خرجت للمغرب بانطباع، يعني انت ما كنت تعرف المغرب قبلها، ما انا زرت المغرب. انا قبلها اعرفها. كيف اعرف المغرب؟ اعرفها ما هي نظرتك قبل ان تدخل المغرب في المغرب والمغاربه؟ كيف كنت تتخيلها حسب ما؟ صراحه ما بكذبش عليك، كنت اشوف في المغرب الا بعض الاحيان صور مراكش وقناه ام2 هذيك حقهم، اقلبها في التلفزيون تطلع لي وانا ما فهمش كلامهم، وارجع غيرها على طول. ما كان عندي اي انطباع عليهم. فاهم؟ كنت تغير القناه لانك ما تفهمش اللهجه. ما فهمش الكلام. بعدين حتى دوزام هي ام 2 أيوة. دوزام يعني هي M2. اكلت اشهر قناه تطلع كنت اشوفها ما فهمش الكلام، اقلب اشوف الام بي سي. هذا قبل. اما بعد يعني صارت يمكن عشت 5 أشهر، كانت من أجمل التجارب أعتقد اللي مرت فيها في حياتي. أنا رحت السودان، رحت مصر، رحت السعودية. المغرب يعني عليها سحر. هل هناك مواقف معينة قابلتك في المغرب ما زالت راسخة في ذهنك؟ يعني أكثر مواقف هو تعامل الشرطة. أما هذه يا أخي، أما هذه أقسم بالله أني أول شيء لفت أقسم بالله نظري يسعد يعني إنه محترمين بشكل ما أوه. تتصورش، وزادت ما قوة نقول العلاقة. يا إخواننا المغاربة، أول ناس يعكسون رقي بلدكم هم هؤلاء الشرطة والقوات المساعدة والأمن الذين في مداخل المدن. والقوات المساعدة يعني أوه. قمة صراحة. الاحترام، مو نفس مصر. مثلا العسكري المغربي انا قارنه بالشرطي اللي في اوروبا، لما تروح لعنده تحس انك في امان. أيوة، تحس إنك في مصر تحس إنك في دولة نعم، فيها قانون، فيها رقي كذا. ايه، والضباط محترمين. مثلا في مصر اخاف من الشرطي هنا، احس نفسي صح اقسم بالله. والله. وحتى في اليمن نحن العسكر لا نورو. في اليمن بيسلخك صلخ. لا في المغرب احس نفسي كاننا انا الان في اوروبا، احس نفسي كاقارنه، اسوي مقارنه بينهم. يعني تحش عنده انك بعد تاخذ توطي معه. في مصر كان رعب. اشوف الشرطي بالشارع بيحلو باك بيجلدك يعني. حل. فاقول لك وزادت قوة العلاقة وحبي للمغاربة صراحة ما اخفي عليك لما عشت في اوروبا وشفتهم اهل الخير. لو قلت اهل الخير، لو تشوف في بروكسل هنا كيف يساعدوا لك الناس، ايش من جمعيات. يعني النظرة تبع المغاربة حق نظرة السحر والمدري ايش اكتلبت عندي، يمكن مش 180 درجة، اعتقد 360 درجة. كيف يعني؟ كيف انقلبت؟ يعني انت جيت وانت تؤمن انهم سحرة؟ يعني كان من قبل يعني انت هكذا الذي في ذهنك ان المغرب هذولا ناس يسحروا كذا، عندهم حاجات غريبة روحانية كذا. مع ان انا ما كنتش افهم كلامهم، كان كلامهم زي الان افهم كلامهم. يعني في البداية كلنا في البداية ما كناش نفهم والو. ما كنتش افهم كلامهم. كانوا يعني مثلا اخذين انطباع على المغرب ايام القومي وعبد الناصر، كانوا يعني واصل يطلعوا حرب بين هذا، فاهم، يطلعوا كلام هذا. ف هل اصبحت مسحورا الان انت؟ انا الفاكنسي هذا ان شاء الله انزل المغرب بالعطله هذه تبعي، يمكن انزل عطله الصيفيه خلاص، يعني. انزل وانا موجود عشان ادوز معك انا وانت رحله مع بعض. البلد جميل جدا وساحر. يعني من قبل حتى ما كنت اشوف المغرب اني حلوه للدرجه هذه مثل ما دخلتها. يعني يوم تروح بليونش، تطوان، كاستياخو، طنجه، يعني تحس المغربي اللي يسافر من اوروبا الى المغرب ما يحس فيه تبديل كثير. تنظيم الطرقات البلد جميله يعني
جميلة جدا تسحرك. إذا هذه شهادة. أنت قلت أنك ستأتي إلى اللايف الخاص بالأخوة المغاربة، ومرحبا بك، هم قد سمعوا منك. وحقيقة هو هذا الكلام احنا مجمعين عليه، مش انت الأول. والله لم أرى شخص يأتي إلى المغرب إلا وعاد بانطباع جيد. إيش اللي بيشد الناس في هذا البلد؟ لا أدري. أما الشرطة، أنا كل ما زرت المغرب قبل أن أغادر البلاد ضروري من رسالة خاصة بأولئك القوات المسلحة والأمن، وما نش عارف التفريعات حقهم. بس لك اللي دائما عند الجولات، دائما في مداخل المدن، الله، حتى إذا أنت مخالف، حتى إذا أنت مخالف للقانون يوقفك باحترام وتقدير، تحس إنك أمام. رغم إن إحنا في اليمن كبرنا وإحنا نفتجع من العسكر. مرة لازم الأخ يمني يجي لك العسكري أول ما يحلبك، هو مصدر الخوف هو. ايوه، ما تخافش من يعني المتقطع. ما نخافش من اللي يقطع الطرق، نخاف من العسكري. وبعدها كانوا يزرعوا في نفوسنا ان العسكري لابد يكون كذا، شواربه شديد، طويله، غضب. وشواربه طويله وهكذا. آه، ماذا نقول، سئيم الوجه، معصب، ايوه، وجه ابوي. شرس. اي العسكري والضابط الذي يضحك في اليمن او يبتسم، هذا يقول لا لا لا، لازم تكون حازم هكذا. فلما جينا المغرب ابتسم لك، مرحبا اخوي، مرحبا مرحبا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. والله العظيم انهم يستاهلوا الشكر والتقدير لهم كلهم. دائما انا كلما ذهبت المغرب لازم اشكرهم.